الله يخليكم بارطاجيوها، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. الحمد لله وشكر لله كثيرا. الحمد لله على فضل الله سبحانه وتعالى. 7 سنوات هذه الرحمة اللي نزلنا علينا الله سبحانه وتعالى اليوم في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. بصراحة من العباد تقربوا من الله سبحانه وتعالى وبعدوا من المنكر والفحشاء. يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى رحمنا. يعني من يولوا المساجد يعني عامرين، الناس كتدعي الله، يعني الله يعني تقربوا من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى تقرب من العباد ديالو. يعني الله سبحانه وتعالى رحمنا. هادشي اللي غادي تسمعوا معنا في هذا الفيديو، بغيتكم تبقاو من الاول حتى لاخر الفيديو وما تمشيو فين. المهم بزاف د الحوايج اللي كاينين في هذا الفيديو اللي غادي تستافدوا منه. ما تنساوش خليوني لنا التعليق ديالكم وخلوني لنا شي كومونتير، وتقدروا تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يعني تستافدوا وتستافدوا حتى الاصدقاء ديالكم من المعلومه. وخليكم معنا ويلا بينا. لاحظتوا سبحان الله العظيم، غير جا رمضان عمرو الجوامع تسدوا البيران والشتايه تجي ما بقاتش كطيح في البحر، وكيجي واحد راسو مربع كيقول لك ان العباده الصلاه ما عندهاش علاقه مع الشهوات ديال المولى. اخويا يا المصمك يا المجلج ضحكوا عليك. الارزاق عندها علاقه مباشره مع العباده ديالك، والناس اللي كيكذبوا هذا الشيء هذا اسمعوا معايا الآية دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بغيتي ولا كرهتي العبادة عندها علاقة مع الأرزاق ديالك. نصائح مهمة قبل ما تصوم، اسمع ليها ولا غتندم. اول حاجه عندك تصوم وانت ما كتصليش، راه بحال ربطتي راسك على الماكله وصافي. ثاني حاجه ما تسمعش الموسيقى وانت صايم، راه كتنقص الاجر والثواب ديال الصيام. كذلك ما تفرجش في الافلام والمسلسلات وانت صايم، غيطلعوا لك دريات عريانات وانت صايم. ثالث حاجه عندك تمشي تبقى تخسر الهضره بحال الايام العاديه بلا رمضان وانت صايم. رابع حاجه ما تبقاش التليفون في يدك نهار كامل، غيطلعوا لك تصاور خايبين والانستغرام خايب والفيسبوك خايب. تسبيح واستغفر الله وذكر الله. واخر نصيحه ذهبيه، بعدوا من اصحاب الحشيش والشقوفه واللي كيضربوا الطاسه، راهم مقطوعين. وزيد عليهم الشناقه والكسابه واللي كانوا كيبيعوا السردين بالسميه، راهم مقطوعين وصايمين. غبزز معانا. اذا ما هو دعاء الافطار؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الافطار يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، نزيد على شويه، وبك امنت وعليك توكلت واليك عنبت. الله 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 الله. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. الله الله الله. نعاود اللهم لك صمت، اللهم لك صمت يعني صمت لله الإخلاص، وعلى رزقك أفطرت. منا ثانية وعلى رزقك أفطرت. الله أكبر. الله. ذهب الظما أي الظما الذي عانيت به طوال اليوم خاصة في الأيام الشديدة الحر، ذهب الظما وابتلت العروق. الله الله الله. وثبت الأجر إن شاء الله. نعاود لها اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت وليك أسلمت. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كان غير هذا الدعاء، كاين أدعية كثيرة، فادعي بعد ذلك ادعوا بما شئت. لكن اسمعوا ابن عمر، كان ابن عمر إذا أذن لصلاة المغرب جمع أبناءه ثم دعا وهم يؤمنون. هذه سنة أخرى، أن تجتمع مع أولادك وعائلتك عند الإفطار وقبل الإفطار، ياك ترفعون أكف الذراع فيدعو الواحد والآخر يؤمنون. ايش كان يقول سيدنا ابن عمر؟ اللهم إني الله 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 أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. إذا ما هو دعاء الإفطار؟ أن تغفر لنا. رب لا دعاء يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا